السلام عليكم متابعين قناة قصي الكرام، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وكنتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في اتم الصحة والسلامة والعافية. اليوم قصة جديدة، وقبل ما نبدا قصتنا كنبغي نشكركم على لايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة يا أغلى الأحباب، ونتمنى كذلك ما تبخلوش عليها بالنصائح ديالكم. بلا ما نطول عليكم خليكم مع القصة. السلام عليكم، معكم سمية. أنا بنت الحوس، منطقة اللي وقع فيها الزلزال ديال المغرب. تنقول لكم هذاك النهار بالضبط هو النهار اللي غادي نكتشف بزاف د الأمور. أنني تسرعت وخديت هاد الزوج اللي أنا معاه حاليا. والديا كانوا رافضينه رفض قاطع، ولكن كنت كنقول لهم منو نخلع وما غاديش نتزوج الا ما تزوجت به. ولاديا ملي شافوني بحال هكاك وخا عياو فيا خديتو، كنت فرحانه بزاف واحد الدرجه اللي متخيل. تزوجت بيه ومشيت معاه لدارو لمدينه اخرى. تخيلوا معايا، كنت راسمه واحد الرسمه في دماغي أن الحياة وردية وزوينة، كنت مهلية فيه ومخصصة من والو، اللي بغاها كنديرها، أي حاجة غير باش يبقى مرتاح. حملت بنتي وبقينا عايشين فرحانين حتى لهداك النهار اللي قلت لكم، اللي نهار اللي خربق لي حياتي وزلزل المغرب كامل. نهار الزلزال وقعت الواقعة وكل شي كان خارج. ملي خرجت بغيت نطمن على والديا، وخاصة أنني عرفت أن البؤرة ديال الزلزال من المنطقة فين كاينين والديا. بقيت كنبكي ونغوت وباغا غير التليفون باش نصوني لوالديا. صونيت بدون رد، لقى تليفون طافي، لا ديال الوالد لا ديال الوالدة، وهما الناس كبار وغير بوحدهم، وخوتي راه برا. كنصوني لعمامي حتى حد ما كيجاوبني، حتى شي واحد في ديك البلاصة ما جاوبني. يعني قلت لراجلي انا اليوم غادي نمشي. تخيلوا الصدمة اللي قال لي غادي تجلسي ما عندك، فين غادي تمشي في هاد الليل؟ كنت متوقعة انه غادي يوقف معايا كيف ما وقفت معاه، يدير شي حاجة باش نمشيو نطمنو غير على والديا. هو صورة الدار، بالرغم أن كل شي كان خارج ديك الليلة، صورة الدار ومشى نعس ودار السوارد تحت المخدة، وأنا الحمد لله كنت دايرة الدوبل ديال الساروت ديال الدار، هكا تحسبا، ربما يتوضى لينا الساروت نلقاو الساروت خور. المهم كنت دايرة احتياط وصافي، ولكن ما عمرني تخيلت أنني غادي ندير الدوبل ديال الساروت على بحال هاد الموقف. مشى نعس وخلاني كنبكي وخوتي كيعيطوا وما عارفة شنو غادي ندير. هزيت السوارت ديال الدار، حليت بهم الدار وهزيت لي السوارت ديال الطونوبيل ومشيت، وبنتي في يدي ويلا عندها 5 سنين. مشيت كنجري حطيتها في الطونوبيل وهي باقا ناعسة، ومشيت شديت للطريق. تخيلوا معايا انا غادا الطريق كامل وكنبكي وفي يدي بنت صغيرة والدنيا ضلمة، وكنت خايفة أنني ما نلقى حتى شي واحد في الطريق، ولكن كانت الطريق عامرة. وفي داك الليل كنبكي وكنتفكر شنو كنت درت عليه باش نتزوج بيه، في الآخر خلاني بهاد الطريقة. وما وصلت حتى للصباح. شنقول لكم، واحد المأساة اللي شتا، اللي الصراحة زادت صدمة على صدمة. دارنا اللي كبرت فيها وقريت فيها وبزاف د الحوايج كلها رابت. هنايا اختكم صافي كنت غادي نسخف، وملي قالوا لي ان الوالد ديالك جبدوه ميت، صافي انا طحت ليهم تمايا وعتقوني غير الناس ديال الدوار، وبقيت كنقول لهم وي وي وي،
وقالوا لي الوالدة ديالِك غير مهرسة، مشيت شفتها وهازة بنتي ومكرفسة وحتى الزوج ديالي ما كانش، هزيت أمي وديتها للسبيطار كنلقى كلشي عامر اللي في مراكش، هزيتها وشديت الطريق الجديدة حتى هي كذلك، ديت عاوتاني مشيت ديتها للدار البيضا وأنا ما عارفة فيها حتى شي واحد وما عارفاش حتى فين غادي نحط الراس، وخوتي كيعيطوا كيقولوا لي شنو درتي كيف هادي، وأنا ما باغا نقول ليهم والو، اش غنقول ليهم؟ الراجل اللي تحديت الدنيا كاملة على ودو ها هو خلاني في نص الطريق، وماشي غير خلاني في شي حاجة هاكا، حاجة اللي صعيب الواحد يتخلى عليك فيها. خوتي صيفطوا ليا الفلوس، دخلتها لواحد الكلينيك وداروا ليها الحديد، تخيلوا معايا الراجل ملي فاق شنو مصيفط ليا في ميساج، قال لي درتي داكشي اللي قالك راسك وهزيتي ليا الطونوبيل ومشيتي وراكي مطلقة، وكتبها ليا 3 المرات مطلقة، 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 ما قالش نسول على والديها، ما قالش نسول عليها كيفاش وصلات، مصيفط ليا غير مطلقة. بقيت كنبكي وما راضياش نقول لخوتي أنا راجلي راه ما واقفش معايا، كنقول ليهم راجلي راه غير عنده شي واحد تا هو من عائلته راه مشى يوقف معاهم، وأنا راه واقفة مع الأم ديالي. بقيت كنبكي في هاداك السبيطار غير بوحدي والناس متألمة بزاف، داك المنظر عمرني غادي ننساه، وبنتي في يدي لمن غنعطي راسي وما عارفاش فين غنبات، هي المشكلة التانية وما عندي لا فلوس لا والو، مخطا دوك الفلوس اللي هزيت من عند راجلي والفلوس اللي صيفطوا لي خوتي على قبل الوالدة ديالي، وأنا ما قادراش نقول ليهم راه راجلي اش نقول لكم، نهار وقع الزلزال، نهار تكتشفت الحقيقة ديالو أنه طلّقني في وسط هذا المشكل كامل، وبديت كنفكر أنني غادي نقلّب على خدمة ولا نشوف شي حل لراسي، لأنني عندي بنت وعندي أم خصني نوقّف عليهم، ما كنكسب والو، مخطا ديك الطونوبيل اللي جيت بها هي باش كنتحرك على قبل الأم ديالي. الصراحة من هاد التجربة اللي وقعت ليا مع الزوج ديالي فقدت الثقة في كلشي، تخيلوا معايا أنا واحد كتحدي العالم على قبلو، كتمشي معاه للبلاد ديالو، كتمشي معاه في كلشي، في الآخر كيتخلى عليك بهاد الطريقة، ودابا ما بقيت عارفة شنو غادي ندير، واش غنقولها لخوتي ولا والله ما عرفت شنو غادي ندير. واخا نبغي نقولها ليهم، ولكن أنا ما قادراش نقولها لأنني ما راضياش، وأول كلمة غادي نسمعها أنتِ اللي بغيتيه.